قبل ما نبدأ حضرتك عايزين نسألك سؤال. تفضل. هل مستحب ان الواحد يتكلم في الحمام؟ لا طبعا، غير مستحب تماما. طيب وفي حالتنا؟ هذا ليس حماما، هذا يعني تقال لها مغسلة أو حوض فقط، ليس فيه شيء يعني شيء آخر إلا حوض للوضوء ولغسل الأيدي. طيب الحمد لله. نعم. نبدأ طيب حضرتك بالوضوء العملي إن شاء الله. أنت عايز شرح؟ شرح مع يعني هذا للتعليم. صح. تمام، يعني هو يفضل ألا يتكلم الإنسان أثناء الوضوء، ولكن حتى نفس الأدعية اللي هي الناس درجت عليها تقولها أثناء غسل الأعضاء لم يصح فيها شيء، ليس فيها أحاديث صحيحة. فبالتالي إحنا نعمل وضوء عملي، فإذا جاز أن إحنا نتكلم أثناءه فده للتعليم. تمام، عشان لا تؤخذ يعني أن ممكن الإنسان يتكلم أثناء الوضوء. يفضل ألا يتكلم إلا لضرورة، يجيب أب أو أم يعني في أمر ما، لكن للعادي أن يتوضأ كأنها يعني من باب الله، ومن يعظم شعائر الله. نعم، نبدأ إن شاء الله. اتفضل حضرتك. لا طبعا لابد أن نخلع النظارة كمان الطاقية. بسم الله. نبدأ دايما، الرسول كان يحب التيامن في كل شيء، لازم الأكمام خلف هذه المرفقين، دي المرفقين اللي ذكرت في الآية، وهكذا أيضا اليسار. قسمين، في فرائض وفي أو أركان يعني، وفي سنن. احنا لتعودنا على الوضوء الكامل أصبحنا نخلط ما بين السنن والأركان، لكن على كل احنا نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا من كتب العلم ومن أهل العلم ومن الشروح. أنا الأمر الأول مهم، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. يعني ما ينفعش أفتح صنبور الماء وأخليه متروك لغاية ما أنتهي من الوضوء، هذا لا يجوز. يعني مش لا يجوز يعني حرام، لكن في إسراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهنا لهذا. وكان زمان ما كانش فيه صنابير، فكان فيه إناء يوضع فيه الماء. تتخيل أن الأسرة كلها كانت تستخدم جزء من هذا الإناء للوضوء، يعني تأخذ منه أو يصب عليه أو كده ويتوضأ والماء يكفي. لكن هنا أنت لو جمعت الماء الذي لو فتحته من الأول لآخر الوضوء وسديت الحوض، سبحان الله، هتكتشف أنك يعني استخدمت ماء كثير جدا، وهذا إسراف الترشيد، لأن المسلم صديق البيئة وصديق الحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى. في ناس ما تجدش الماء للشرب، فاحنا لا نسرف أيضا في هذا المياه المسوّد، بالذات في موضوع العبادة والتعبد وهو الوضوء. أول شيء احنا طبعا لما هبدأ الآن، لأن أول شيء غسل الأيدي ثلاثا إلى هنا للرسغ، يعني لمكان الساعة دي، ده اسمه الرسغين. تمام، هذه سنة ليست ركنا. الركن أو الفرض اللي هو غسل الذراعين حتى يعني اغسلوا أيديهم المرفقين، العظمتين دول اللي في نهاية الكوع، هذا ويل للأعقاب من النار. لازم المية تمر وتغطي هذا الجزء. تمام، هذا أمر. الأمر الثاني، الفم والأنف يراهم الحنابلة أنه من ضمن فرضية الوجه، والباقي يرى أنها سنة. يعني الركن أن أغسل وجهي، لكن الحنابلة قالوا كمان والفم والأنف تبع الوجه، هذا أمر أيضا. فكل عضو يغسل ثلاثا، المرة الأولى فرض، والمرتين الاثنين وثلاثة دي سنة. تمام. الأمر المهم يعني بعد كده، الوحيد الذي لا يغسل ثلاثا اللي هو المسح على الرأس مرة واحدة. الرقبة، الإمام النووي المسح بالرقبة درجنا أن نمسحها. الإمام النووي قال لم يصح في مسح الرقبة شيء، يعني اللي ما مسحش على رقبته وضوءه سليم. واللي عايز ياخذ بالآراء الأخرى هو يصل لدرجة الاستحباب أو الأدب، يعني هذه الدرجة مستحب أو من الأدب أن أمسح على رقبتي.
هذا يعني ده في الإطار العام. هل يجوز أنا بعد ما أتوضأ وجفف الأعضاء؟ يعني لا شيء في ذلك، لأن الآن البيوت أصبحت هتخرج على سجاد أو على موكيت أو لأن كل واحد لو توضأ منا حتى في المسجد ودخل إلى ساحة المسجد على الموكيت وعلى السجاد تفوح رائحة بعد مدة مش طيبة. فبالتالي فنبدأ بالإيه؟ نبدأ يعني بعد النية البسملة، بسم الله. والتخليل بين الأصابع، هذه سنة، هذه سنة اللي أنا عملته الآن. نبدأ. المضمضة، تأخذ الماء ترج رج، إذا استخدمت السبابة كأنها سواك، لأنه من السنن أيضا أن أستاك قبل الوضوء، لكن يجوز استخدام السبابة أثناء المضمضة 3 مرات. أرج الماء رج كثير ثم أرجعه. وهذا سبحان الله الرج لا يكون قويا أو رج إلا إذا كنت صائما، أخذ بالي لأن إيه عشان ما. فهنا المضمضة 3، خلاص تمضمض أو ثم إذا تعودت ما بين عضو وعضو أغلق الماء تبقى عادة. إذا تعودت أن أفتح الصنبور من أول وضوء لآخر هنسى وتصير عادة أيضا. إحنا عايزين العادة الأولى وليست العادة الثانية. ثم أخذ ماء أستنشق ثم أستنشق يعني أخذ الماء في فتحة الأنف ثم أستنثر أرجع 3 مرات. وهكذا. ثم الوجه من منبت الشعر حتى أسفل اللحية وما بين شحمتي الأذنين، أعمم الماء في هذه الأجزاء الغائرة. وبعدين بالذات كبير السن اللي هو في تجاعيد أو في شيء يراعي هذه المسألة قدر الإمكان 3 مرات. لكن لا ألطم الماء لطما، يعني المؤمن يعني ليس عنيفا وإنما أليفا يعني. ف3 مرات أو كده. ثم اليد اليمنى احنا بنسميها الذراع حتى المرفقين، يجوز هكذا أو يجوز هكذا. هذه مرة، هذه الثانية، هذه الثالثة. أو هكذا يعني أستبدل الماء يعني موجود فيبقى أنا إذا بس لابد من التدليك. الماء لازم يكون يبلغ هنا، ده مهم. ثم اليسار 3 أيضا. أو حتى المرفقين اللي هم الكوع هذا. ثم أخذ ماء جديد وأنثره الرأس مرة واحدة. أبو حنيفة قال يعني مقدم الرأس على قدر والله الآخرين قالوا الرأس كلها. ابن مالك قال الرأس كلها باليدين الاثنتين. والله إجازة بيد واحدة ما فيش مشكلة. ثم أخذ ماء جديدا. شوف الأذنين بقى، السبابتين دول في صماخ الأذن، ده اسمه الصماخ الفتحة. خلي بالك عمار هنا. وبعدين الإبهامين من الخلف، تمام واضح الصورة. وبعدين أحرك الإصبعين السبابة داخل صماخ الأذن، والأذن من الخارج الإبهامين زي مساحة السيارة، تمام بالضبط كده يعني كده مرة أو اتنين، يعني مرة واحدة طبعا، ولكن أحركهم بهذا القدر، تمام. عند بعض العلماء المسح على الرقبة بماء جديد، قال لك إن كانت
تعتبرها انت مستحب يبقى يكون ميه جديده، ان كنت تعتبرها ادب فمن بقيه ميه الايه الاذنين. والامام النووي كما قلنا قال لم يثبت يعني ايه شيء في مسح الرقبه، او لم يصح شيء في مسح الرقبه. تمام. ثم بعد ذلك ياتي الركن الاخير السادس، وهو غسل الرجلين حتى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين زي ما هنبين الان. ثم الركن السادس هذا نخلل بين الاصابع القدمين والماء الى المرفقين اللي هما العظمتين بس، وهكذا الرجل اليسرى هكذا. بعد انتهاء الوضوء كما قلنا يجوز لك ان تجفف، وهذا افضل، يعني افضل يعني بالنسبه للبيوت الحديثه وكذا، ويجوز لك ان تتركها كما ورد عند البعض. ثم تعتدل ناحيه القبله، تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقد تم الوضوء. هذا والله اعلم. والصلاة ان شاء الله فيديو تاني. الصلاة نعمل فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.